اليوم رح نعمل ورق عنب بالزيت يلنجي، بس مش على أي طريقة، على طريقة ماما. يعني جهزوا حالكم تاكلوا أطيب يلنجي بالدنيا. إذا ما كان الورق بموسمه استعملوا المعلب. فبنغسل الورق أول غسلة وهو بالعلبة. لما نطلعه من العلبة بنعصره، بنحط عليه زيت زيتون، بنحط عليه المي السخنة، وبضل ورق عنب منقوع جوا هاي المي السخنة لحتى تصير المي باردة وتروح الحرارة منها. وبنبلش تجهيز للحشوة. بنفرم ضم من البقدونس، وبنفرم كتير من ورق النعناع، وبنفرم من حبتين إلى ثلاثة بصل لأنه اليلنجي بده كتير بصل ويكون ناعم. وماما مرات بتخلط النوعين، البصل الأخضر والبصل الأبيض. وبنفرم من ثلاثة لأربع حبات بندورة فرم ناعم. بنضيف عصير الليمون، بنملح وشوية من الفلفل الأسود، وبكون ناقعة كاستين من الرز المصري مغسولين ومصفيين من المي. وبضيف كمية منيحة من زيت الزيتون والنعناع الناشف ودبس الرمان، وبقلب. ضروري نقلبها كتير منيح لحتى تندمج كل المكونات مع بعض. بنجهز الطنجرة اللي بدنا نطبخ فيها ورق العنب عشان ننقل عليها كل دفعة لحالها. بنحط بطاطا وجزر مقطعين دوائر، ما يكون كتير سماك ولا كتير رفاع. لما نلف بنخلي الجهة الخشنة اللي فيها العروق باتجاهنا والناعمة على الطاولة. وفي ملاحظتين سريعين بدي احكي لكم اياها. اول شيء ضروري انه نعبي الحشوة. يعني لاحظوا انه كل حبة من ورق العنب اخذت معي معلقة كبيرة من الحشوة. واذا بدكم الحبة ما تكون شادة وتكون طرية معاكم، فلا تشدوا ايديكم وانتم قاعدين بتلفوا بالورقة. يعني حاولوا انكم ترخوها شوية. بعد ما خلصت اول مجموعة نقلتها على الطنجرة، وبلشت كل ما الف مجموعة انقلها حتى خلصت كل الكمية. وقبل ما احطها على النار بجهز المي تكون دافية مع شوية ملح بعدله تعديل اذا ما كنتوا حاطين كتير بالحشوة. بعدين بحط صحن او تقالة لحتى يثبت الشكل. بحط المي السخنة فوق الورق بسنتي ونص الى 2 سنتي. بحطها على النار العالية لحتى توصل معي لمرحلة الغليان. بسكر على الطنجرة وبهدي على النار على الاخر، وبتركها لمدة ساعتين. اطيب شيء ينطبخ ورق العنب على النار الهادية وتكون مثل الشمعة. بعد الساعة ونص بدي اشيل الصحن او التقالة من فوق ورق العنب. بكون مجهزة جنبي نص كاسة من الليمون ونص كاسة من زيت الزيتون خالطيتهم مع بعض، وبحطهم على وجه ورق العنب. نرجع بنسكر عليها ونتركها نص ساعة الأخيرة. وطبعا الليلنجي بتاكل على البارد وعلى الساخن. إذا بتحبوا يكون فيها لمعة قوية والصوص ماسك عليها طرية كتير، استنوها لحتى تبرد وخلوها بالطنجرة أقل شي ساعتين قبل ما تقلبوها. على الطريقتين بتضلها يلنجي وأكلة كتير طيبة. وأنا متأكدة إنه لما تجربوا هالطريقة هاي كتير رح تحبوها. وكونوا واثقين دائما، مستحيل أنزلكم وصفة ما تعجبكم أو ما ترضيكم. بس تجربوها اكتبوا لي شو رأيكم في الكومنت. لا تنسوا اللايك ولا تنسوا تتابعوني. صحة وألف عافية.